عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وراحة بال يا رب العالمين. وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا شوفوا معانا بقى هنعمل ايه كده. يلا اشرح بقى انت عملت ايه. اشرح انت عملت ايه هنا كده قسمت ازاي يعني وكده. دي اسمها ايه انت بتقول عليهم؟ ليه؟ اسمهم ايه انت بتقولي؟ منظمات او اسمه ايه ده، او ارفف. تبدأي ولا انا بدأت. انت بتصوري كده؟ دي حتة خشب 120 سنتي، قطعتها لأربع حتت. هقطعها كده واخد المقاسات اهوت عشان اقطعها أربع حتت عشان أعمل بيهم ايه؟ المربعات اللي زي دي اهو. ده كل ده لسه لا اتسحب معجون ولا اتدهن، لسه كل ده يتعمل ماشي بمقاسات مختلفة. هاتوا ماشي بالوش كده. بمقاسات مختلفة عشان خاطر دول هعلقهم على الحيطة، ممكن بالشكل ده أو بالشكل ده، حسب ايه الشكل اللي هعمله على الحيطة يتعلق على الحيطة بأي طريقة يعني. فانتوا اصبروا عليهم. هقطع دوت هوريكم دلوقتي. هقطع دوت دلوقتي قدام منكم ماشي. هنا بقى بعد ما اقطعهم بالشكل زي ما انتوا شايفين كده، دول بقى تشوفوهم في النهاية بجد حاجة تبهر. المربعات دي والله بتتباع في ايكيا، غالية جدا غالية جدا، ومش بالمتانة دي. انت لما يكون عندك شوية خشب توديهم مثلا النجار يقطعهم لك، وترجعي تعمليهم زي ما هو عملهم كده، والله ملهمش حل، وحاجة هتعيش معاكي العمر. اي شوية خشب عندك مش هيكلفوكي اي حاجة. بص هنا كده هو بيشرح اهو ان هو هيحطهم ازاي. في طريقة تخليهم مربعين وفي طريقة تخليهم ايه، تخليهم مستطيل. بس هو بيحط كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، واحدة فوق في الجنب وواحدة تحت عشان يبقوا مربعات. بص هنا واحدة فوق وواحدة تحت، ما يتحطوش الاتنين تحت وتدقي المسامير كده، هيدوكي مستطيل مش هيدوكوا مربعات. عشان انا برضو ما كنتش فاهمة، قلت له اشرح للناس وفهمهم. بصوا مش شايفين بالمنظر ده كده، كده يبقوا ايه، هيبقى مربع مش مستطيل. بص لو عملناهم كده، بص اللي هم ركبناهم على بعض يعني ودقيناهم كده هيبقى مستطيل. لو انت حابة تعمليه كده اعمليه مستطيل، لو حابة تعمليه مربع. انا في واحد معمول عندي مستطيل. بصي بقى هتحبي ان انت تحطي عليهم تحف، فازات صغننة كده، زرع صغنن. عايزة تسيبيهم فاضيين براحتك، عايزة تحطي عليهم مصاحف براحتك، عايزة تحطي عليهم برواز براحتك. اللي انت هتعمليه هيتوظف كذا وظيفة، وحاجة شكل على الحيطة، ومن شوية خشب موجودين عندك في البيت عملتي أحلى ديكور في البيت. أنا بحاول أجيب لكم ديكورات بأقل الإمكانيات اللي تخلي بيتك شكله حلو ومش مكلف. احنا عارفين الحاجة بقت غالية ازاي دلوقتي. بص هو هنا كده بيجيب المسامير يحطها كده من فوق، يشبكها الأول عشان يعرف ايه يمسك الخشب ويدق. طبعا أنا كتمت الصوت بسبب الدق والحاجات دي. بص هنا كده بقى بيدق. طبعا انتوا شفتوا اللي هي المنظمات بتاعة التسريح، هتشوفوها وهي راكبة بقى حاجة كده من الآخر يعني بجد والله العظيم. بص هنا بيظبط وبعد كده يرجع ايه يكمل بقى. انا طبعا واحدة عن نفسي لو كنت انا اللي هعملهم كنت هحط ايه، عشان انا مش فاهمة ومش عارفة، كنت هحط الاتنين فوق بعض كده
يعني كانوا هيدوني مثلث، بس انا ما كنتش فاهمه بقى موضوع ان احنا ايه نحط واحده فوق وواحده تحت والكلام ده. اديكوا الفيديو ايه، الفيديو شارح نفسه. لو عجبك بقى الفيديو اتفرجتي عليه وعجبك، تنسيش بقى تدعميني بايه، بلايك وكومنت حلو منك كده يفرحني. ولو لسه جديدة وما اشتركتيش خش اشتركي وفرحيني، وانضمي لعيلتي ايه، لعيلتي الصغيرة. بصوا حاجات مفيش اسهل من كده. عايزين بقى ايه، عايزة انزل لكم طبعا ان شاء الله في فيديوهات حلوة جاية باذن الله. انتظروني يعني في حاجات ايه جديدة. بص هنا بعد ما اركبهم بقى، بعد ما ادقها كلها، بص المنظر. والله دول عشان تجيبيهم من ايكيا. اكتبي كده على ايكيا المنظمات او الحوامل. هنا بقى كان ايه، كان سحبهم معجون طبعا. جوزي على فكرة بيبقى مستعجل على الحاجة، ببقى في مشوار ولا في حتة وبيشتغل وانا مش موجودة، فمعلش ما وريتكوش يعني، ما صورتلكوش وهو ايه، وهو بيمعجنهم. ده معجن ودهن وعمل حاجات كتير وانا مش موجودة. دي بقى الركنة. ايه رأيكم في الجمال؟ هنا بقى ركب لها لوح كونتر كده، قصوا على قدها ومسمره طبعا، وهيمعجنه وهيدهنه. معلش ما تشغلوش بالكم بالمواضيع دي، بس شوفوا النتيجة في الاخر بجد هتبهركم. دي بقى ترابيزة، اللوح الكونتر اللي جابه طلع منه الحتت دي كده، شايفين الرجول دي كانت حاجات موجودة عندنا، مركونة عندنا والله العظيم بقالهم سنين. كنا شايلينهم من رخامة برضو، من ترابيزة رخامة، قصها وركنها. وانا الحاجات دي بقى فعلا والله العظيم انا بحب ارمي عشان ما بحبش الكركبة، بس فعلا نفعوا، عملوا ترابيزة ملهاش حل. بصوا الجمال اهو، من شوية خشب فاضوا برضو، وهتشوفوا شكلها في الاخر عامل ازاي. بجد يعني تحفة فنية والله، تسلم ايده. بصوا هنا بقى هو بيسحب المعجون ده. انا وريتكم المدهون قبل المعجون، معلش غلطة مطبعية يا جماعة. لخفنت بس مونتاج. هنا بقى بيسحبها معجون. والله تسلم ايده بجد يعني. على فكرة الفيديو اللي فات انا زعلانة منكم قوي على فكرة، عشان الفيديو اللي فات اللي هو بداية التجديدات ما جابش مشاهدات. اعمل معاكم ايه بقى؟ خصيمكم يعني ولا اعمل معاكم ايه؟ ما جابش مشاهدات وما جابش لايكات. ليه كده بتزعلوني منكم يا جماعة؟ اللايك مش هياخد منكم حاجة، مش هيخلص الباقة يعني. ده حتة لايك كده تدوسي كده بصباعك كده، مش هياخد منك اي حاجة. يعني الفيديو اللي قبل التجديدات ما شاء الله جاب مشاهدة. بس ما تستخسروش فيا اللايك، وما تستخسروش فيا كومنت كده حلو يفرحني ويشجعني ان انا اعمل لكم حاجات اكتر واكتر. والله انا بحب اجيب لكم الحاجات اللي هي ما تبقاش مكلفة، وفي نفس الوقت تبقى ان انت جددتي بيتك بأبسط الحاجات، وفرحتي نفسك وفرحتي ولادك وفرحتي جوزك بالتجديدات اللي في البيت من اقل حاجة. يعني دول بصوا والله شوية مش عارفة اقول لكم شوية بلتكنات. بصوا عمل لنا حاجة في البيت. طبعا احنا نجدناها وهتشوفوها دلوقتي بعد التنجيد، بس نجدناها عند واحد يعني. هنا بصوا بعد ما خلصها
بصوا بس كان دهنها برضو يا جماعة، وركب لها زاوية كده تبقى ليها حرف عشان هيسقط فيها ايه، هيسقط فيها ازازة، هيسقط فيها ايه، ازاز، عشان تشوفوه دلوقتي. ماشي، احنا نجدناها هنا بقى وهو بيدهنها بعد ما اسحبها المعجون. احنا نجدناها، بس نجدناها فين؟ نجدناها عند واحد منجد يعني، عمل لنا القعدة اللي هنقعد عليها فايبر بتاع دوت قطن. يعني خدت مرتبة من المراتب بتاعتي، انا كان عندي مرتبتين على السرير بتاعي، خدت واحدة قلت ايه ادبر نفسي، عشان احنا ايه لقينا السفنج عشان انجد القعدة سفنج لقيتها غالي جدا جدا جدا، فهتكلفني، وانا معلش ظروفي ما تسمحش، بس انا مادام عندك حاجة تسد فانت ما فيش مشكلة ان انت تعمليها. فجوزي قال لي هناخد الايه، هناخد المرتبة، قلت له ما فيش مشكلة. والله السرير وهو بمرتبة واحدة كان شكله بقى شكله جميل، احلى من المرتبتين ومريح كده في النوم. المهم قال لي خلاص هننجدها قطن، وديناها للراجل ونجدها لنا قطن. بصوا بقى هنا الايه ده، اللوح الازاز برضو، عشان ايه جوزي كان عايز يعمل قماشة على بحيث فهموني، بس جوزي كان عايز يعملها بقماش، يفرد عليها قماش على الترابيزة نفسها ويحط عليها ايه كأنك منجداها كده، ويحط عليها الازاز. فقال لي لا مش انت عندك اللي هو الاستيكر بتاع رمضان دوت اللي انت كنت حطاه، اللي انت حاطه منه على البوتاجاز؟ قلت له اه عندي. قال لي خلاص هاتي. قلت له تصدق يا ابراهيم اقسم بالله ده هيبقى شكله تحفه، وفعلا بجد عجبتني قوي 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 الشكل في الاخر. بصوا هنا بتلزقي عليه عادي اهو قبل ما نحطه. بصوا شوفوا شكلها بقى في النهايه ملهاش حل. هو هنا بيطلع الفراغات بأي كارت عندك، كارت كهرباء، البطاقة بتاعت التموين، أي بطاقة، بطاقتك الشخصية، أي بطاقة تعملي بيها تخرجي بيها الفراغات اللي في عشان يبقى مفروض كده ومتساوي، كأنك بتعمليه على الرخامة عادي يعني. بصوا المنظر شكلها، بصوا والله يجنن. قولوا لي ايه رأيكم بأمانة يعني، اللي يتفرج على الفيديو ويشوفها يقول لي ايه رأيه بأمانة في الترابيزة وفي الركنة. هتشوفوا الركنة، هتشوفوا الركنة بعد كده حاجة ملهاش حل يعني. هنا كان دهانها لكيه. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ده؟ هنا ما كانش لسه ركبهم، ودلوقتي ركبهم، بس هتشوفوهم بقى وهم متركبين ان شاء الله في ايه، في توضيبات رمضان يعني، في الترويق بتاع رمضان، روتينة الترويق بتاع رمضان. بصوا الجمال. المفروض ان هي يتجاب لها مراية وتتحط في النص، بس معلش بعدين الظروف مش سامحة ان ايه ان الواحد يجيب مراية دلوقتي، فنقضي نفسنا بالحاجات اللي موجودة، وبعد كده ربنا ييسر الحال ونعمل اللي احنا عايزينه. الدنيا ما اتبنتش في يوم، الدنيا اتبنت في 7 ايام. بصوا الحلاوة دي بقى تحطي عليها بقى اللي انتي عايزاه، المكياج بتاعك والبرفانات والكلام ده. بصوا بقى ايه رأيكم بقى في المنظمات دي برضو بعد ما ايه، بعد ما خلصت. انا كان نفسي بأمانة يعني، وقولوا لي ايه رأيكم في اللون ده. هو جوزي قال لي لا انا هعملهم لك لون غامق عشان يظهروا ايه، يظهروا على الحيطة.
شكلهم يبان لما يتحطوا على حيطة فاتحة وهم غامقين. انا كان نفسي الصراحة اعملهم الوان اصفر وتركواز اللي هو البيبي بلو دوت وبينك، ودول برضو كان نفسي اعملهم ملونين. راح بصوا ده كلهم لون واحد، مش عارفه هو بيوفر ولا ايه. لا بس لا الصراحه قال لي لا هو لون واحد، يبقى كلهم ايه لون غامق احسن. التلات طرف دول هو علق لي واحد في المطبخ وعلق لي 2 في اوضه النوم، برضو هتشوفوهم واحنا بنفرش الحاجه. بصوا بقى المنظر دي بقى بعد ما حطيناها الركنه. قولوا لي ايه رايكم بامانه يعني، تشوفوها كده وتشوفوها بعد ما تتفرش. طبعا ابني هيفرشها معايا وهتشوفوه دلوقتي. موزة حبيبي بصوا المنظر. قولوا لي ايه رايكم كده فيها، شوفوها بقى وهي بتتفرش. طبعا انا جايبه لها حاجه، جايبه لها اللي هي زي بياضات كده، بس لسه مش هفرشها دلوقتي على دخلة رمضان ان شاء الله. القماش ده كان عندي والله، انا ما اشتريتش قماش ولا اشتريت قماش ولا اشتريت قطن. القماش ده عندي بقاله سنين، كنت جايباه اعمل بيه كرسيين وما عملناش وفضل مركون، وهو جاله وقته الحمد لله قضى بالظبط. دول كده قطن، طبعا هما مش متظبطين دلوقتي، هما لسه مع القعده هيهبطوا يبقوا مظبوطين. هما عشان لسه جديد، اي تنجيد بيبقى لسه عالي كده في الاول وبيبقى مش متظبط، بس من كتر الاستعمال بقى ايه بيتظبط بقى وبيبقى شكله حلو. وربنا يسهل، ربنا ييسر الحال ان شاء الله، وبعد كده نبقى ايه فيما بعد يعني. بصوا دول عاملهم، وطبعا معمول كله لون واحد عشان برضو الظروف مش سامحه ان احنا نجيب ايه، مادام القماش موجود خلاص نعمله ان احنا نجيب اشكال تانية. بس ان شاء الله في كوشنات هتتعمل، اجيب لهم ان شاء الله مترين قماش ويتعملوا هيغيروا الشكل خالص. هجيب بقى حاجات مشجرة او واحد مشجر واحد ملون، ربنا ييسر الحال. دول اتعملوا فايبر. عايزاكم بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ده موزي بيسلم عليكم. ايه رأيكم؟ قولوا لي رأيكم بأمانة بقى في الكومنتات في شغل جوزي وشغل المنجد. متنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم في رعاية الله.